السلام عليكم، أهلا وسهلا فيكم بقناة وصفات علا الحاج. اليوم إن شاء الله حنعمل مع بعض بطاطا كومبير التركية. هذه البطاطا كتير انتشرت واشتهرت على السوشيال ميديا، فحبيت إني أجربها وأشوف تستاهل الانتشار هذا أو لا. بس بصراحة بتستاهل، تحفة. تتعاملي معاها كوجبة كاملة متكاملة رائعة. نبدأ بسم الله. أول إشي بحتاج لحبات بطاطا يكون مقاسها كبير بالشكل هذا. بدي أغسلها كتير منيح من برا وأغلف كل حبة بورق زبدة. بفضل استخدام ورق الزبدة ألفها فيه قبل ما ألفها بورق الألمنيوم، أضمن وأفضل للصحة. لفيت الحبة بورق الزبدة، الآن بدي ألفها بورق الألمنيوم. تمام هيك. بدي ألفهم كلهم، برتبهم بصينية وبدخلهم الفرن على درجة حرارة من 220 ل 240. تاخد تقريبا من ساعة وربع لساعة ونص. المكونات التانية اللي بحتاجها: بازيلا مسلوق أو ذرة مسلوق أو جزر مسلوق، فليفلة مقطعة ومخلل خيار، سجق وجبنة حسب النوع اللي انت بتفضليه. بدي كمان زبدة، مايونيز، فلفل أسود، توم بودرة، أوريجانو وبصل بودرة. حبيت اني اخلط الخضار مع بعض واضيف عليهم مخلل الخيار واضيف عليهم مايونيز واخلطهم. هذه الوصفة كتير مرنة، يعني انت قادرة تتعاملي باي طريقة بتفضليها للخضار. البطاطا طلعتها بعد ساعة وثلث من الفرن، طبعا كتير ساخنة. بعمل خط طولي بالشكل هذا بس بوصلوش للآخر، وبحاول أهرس البطاطا بالشوكة. بضيف معلقة صغيرة زبدة وبخلطها، ومهم جدا البطاطا تكون ساخنة. الآن بضيف كمية من الجبنة. تمام هيك. وبخلط الجبنة كمان مع البطاطا. برش ملح، أوريجانو، فلفل أسود، بصل بودرة وتوم بودرة. والبهارات كمان بتعتمد حسب رغبتك. يعني هالوصفة الحلو فيها انك انت قادرة تضيفي شو ما بدك. الآن بدي أضيف الخضار. بدي أضيف قطع من السجق وقطع من فلفل الهالبينو. بزينها بالمايونيز والكاتشب وبقدمها. وألف صحة وعافية. يا ريت تشيروا الفيديو حتى يشوفوا عدد كبير من أصدقائكم. شكرا جدا لمتابعتكم، حياكم الله.